شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في ختام الشهر أن شرع لنا زكاة الفطر، وهي صدقة بسبب الفطر من رمضان تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قوله فرض دل ذلك على أن حكمها فرض، وهي تجب على المسلم الغني يعني المستطيع. وحد الغنى في زكاة الفطر والاستطاعة هو أن يملك مقدارها زائدا عن حاجته الأصلية في يوم وليلة العيد. حاجته الأصلية في يوم وليلة العيد عنده ما يكفيه، ما زاد عن ذلك يخرج منه زكاة الفطر. فهي فرض على كل مسلم مستطيع، وتجب على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، بل كان عثمان رضي الله عنه يخرجها حتى عن الطفل الصغير. فهي فرض على الرجل وعلى من يعول. في الحديث أيضا ومقدارها صاع من طعام، صاع من طعام. والصاع عندنا نحن هنا في السودان الكيلة فيها 6 آصع، يعني الكيلة تكفي ل6 أشخاص، يخرج عن كل شخص صاع من طعام من القوت الغالي في البلد: دقيق، قمح، ذرة، تمر، أرز، وغير ذلك من أنواع الأطعمة. والصحيح من أقوال أهل العلم الذي عليه جمهور الفقهاء أنها تؤدى طعام ولا تجزي فيها القيمة، فعلى المسلم أن يحرص أن يؤديها طعاما. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت إعطائها، قال قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني آخر وقتها قبل أن يخرج الناس إلى صلاة العيد. ومتى تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يخرج الناس إلى المصلى، هذا وقتها. وجاء في حديث ابن عمر أنهم كانوا يؤدونها قبل الشهر بيوم أو يومين، يعني لو أخرجها قبل يوم أو يومين كان ذلك حسنا. والحكمة من هذه الصدقة هي طعم للمساكين، وأن يغنوهم عن السؤال وعن الجوع في هذا اليوم، وطهر للصائم من اللغو والرفث. فليحرص المسلم عليها وليبادر بإعطائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، إنه سميع قريب. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.